كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب وعلينا. تاني حاجة حابة أشكر اخواتي واخواتي في مصر وداخل مصر على دعمكم وحبكم ليا. بيكم القناة بتكبر يا أحلى اخوات، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. طبعا النهاردة بقى مفيش أحلى من صينية البطاطس في الفراخ، فقلت أعملها لكم. هنا بقى جبنا الفراخ بتاعتنا، غسلناها كويس. بعد كده بقى هنعمل فيها بعض الفتحات كده علشان ان شاء الله هنتبلها. صينية الفراخ بالبطاطس طبعا من احسن الوصفات المصرية اللي كلنا بنحبها، وطبعا لا غنى عنها على سفرة رمضان وغير رمضان برضو، هي في اي وقت بتبقى حلوة. هنا بقى عملنا الفتحات في الفراخ بتاعتنا. هنجيب الصينية وكنا بشرين بصل وطماطم وشوية من الفلفل والملح وشوية من البابريكا، وهنبتدي بقى نتبل الفراخ بتاعتنا كده وندخل فيها التتبيلة بين الفتحات اللي احنا عملناها عشان تدينا طعم حلو للفراخ. هنتبلها كويس من تحت الجلد كده ومن فوق الجلد برضو علشان تشرب من التتبيلة كويس وتدينا طعم حلو. بعد كده بقى هنرصها كده ونسيبها شوية في الصينية لحد بس ما تتشرب من التتبيلة بتاعتنا، عبال ما نجهز بقى صينية البطاطس بتاعتنا ان شاء الله. ده شكلها معانا كده بعد ما تبلناها. هنسيبها بقى على جنب شوية لحد ما تتبل. بعد كده بقى هنجيب البطاطس بتاعتنا كده ونقطعها بقى على شكل حلقات او على شكل مكعبات زي ما انت عاوزة، الشكل اللي تحبيه مش هتفرق، بس نخلي بالنا من السمك بتاعها، لا نقطعها رفيع قوي ولا تخين قوي عشان تبقى محافظة على شكلها في السوا وما تتهريش معانا، عشان طبعا في انواع من البطاطس بتستوي بسرعة. هنقطع بقى كمية البطاطس اللي معانا، ممكن عادي عايزة تضيفي معاها خضار مع البطاطس هتبقى جميلة برضو، مفيش مشكلة، اللي تحبيه يعني اعمليه. هنقطع بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل دوت كده وبالسمك اللي احنا شايفينه كده عشان خاطر تحافظ على شكلها معانا. هنبتدي بقى نحط البطاطس في الصينية ومعانا بقى بصلة هنقطعها برضو على شكل شرايح كده. احنا برضو حاطين زي ما احنا عارفين في الفراخ بصل ومتبلينها، هنحط بقى طبعا البصلة دي على البطاطس برضو علشان خاطر نتبلها هي كمان وتدينا طعم جميل بالشكل ده. هنقطع بقى البطاطس قصدي البصل معلش بالشكل اللي احنا شايفينه كده. وبعد كده بقى هناخد البصل بتاعنا دوت وهنحطه على البطاطس، وهيبقى معانا برضو التوابل بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل وبابريكا، وعايزة تحط لها برضو شوية من الكمون بيبقى حلو مع صينية البطاطس. وهنبتدي بقى ندعك البصل كده بالملح والفلفل كده زي جداتنا زمان كانوا بيعملوا الاكل بتاعهم كده عشان يطلع ريحة وطعم جميل. هندعك البصلة كويس كده بالتوابل بتاعتنا بالشكل ده، هحطها على البطاطس. بعد كده بقى هنجيب الفراخ ونبتدي بقى نرصها. احنا طبعا مش هنكتر مية ولا حاجة للبطاطس علشان ما تنهريش مننا، لان طبعا هنحطها في الفرن على طول وان شاء الله هتستوي معاكي وهتبقى جميلة. هنبتدي نرص الفراخ بتاعتنا كده على وش الصينية، ودي بقى التتبيلة اللي كنا متبلين فيها الفراخ هنحطها طبعا على الفراخ برضو عشان تدينا طعم وريحة حلو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هنبقى عصرين طماطم وهننزل بعصير الطماطم بتاعنا كده على الفراخ. عادي لو عايزة تقطعي طماطم شرايح برضو وتحطيها بتبقى حلوة، اللي يريحك اعمليه بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هنا بقى كنت نسيت احط فصين من الثوم فجبتهم وقطعتهم، عاوزة تدقيهم عادي مفيش مشكلة تدقيهم برضو. هنقطع بقى الثوم بتاعنا كده على صينية البطاطس بتاعتنا الجميلة ديت، وكده بتبقى صينية البطاطس بتاعتنا جهزت. هنحط لها بقى ان شاء الله نص كوباية من المية او كوباية من المية بس زي ما اتفقنا، مش هنكتر لها مية علشان خاطر البطاطس بتاعتنا ما تنهريش. وهنحط رشة من الزيت، وهنا طبعا كنت حاطة معلقة من الصويا صوص بس للاسف ما اتصورتش. وده شكل صينية البطاطس بتاعتنا بعد ما استوت وخرجت من الفرن جميلة ودايبة، والفراخ بتاعتنا محمرة ولونها ذهبي وجميل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. جربوها بقى وان شاء الله يا رب تعجبكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. وان عجبتكم الوصفة بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك.